اختي خدات ليا خطيبي. هادشي كامل غير حيت ما كتحملنيش، هادشي كله حيت انا حادقه عليها وفي نفس الوقت زوينه عليها، وحيت انا كنعرف الكلشي وهي معفونه. نهار عرس اختي كلشي كان فرحان من غيري انا، حيت دات ليا خطيبي اللي كنت راسمه مع حياتي. فرمشت عين دخلت بيني وبينه، اختي اللي من لحمي ودمي فرقتني عليه لدرجه ولا ما كيحملش فيا الشعره، وجا خطب اختي ضد فيا انا باش يفقسني، وانا ما درت ليه حتى شي حاجه. كلشي كان كذوب وتاليف من عند اختي. كلشي مشاو للقاعه، بقيت غير انا ترددت بزاف واش نمشي ولا لا. زوج خواتات دخل بيناتهم واحد خلاهم اعداء. اليوم غنحكي لكم القصه ديال هاد جوج ديال الخواتات اللي ولاو ما كيبغيوش بعضياتهم بسبب هذا الراجل، ولا بيناتهم الكره والحقد والبغض وبزاف نتاع الحوايج. خليو لايك وابوني لهذا الفيديو واشتركوا في القناه باش تبقاو توصلوا بكل القصص ديالنا ونكملوا القصه ديالنا. كلشي مشاو للقاعه، بقيت غير انا ترددت بزاف واش نمشي ولا لا. كحالت الدنيا في عيني، ما لقيت اللي يرشدني للطريق الصحيح. دخلت لواحد الجروب مخلط وحطيت فيه مشكلتي، وبداو الناس كيعلقوا ليا، وكل واحد واش كيقول، شي كيقول سيري وشي كيقول ما تمشيش، ولكن الاغلب في التعليقات قالوا لي سيري. في ديك الوقيته قررت نمشي نحضر العرس ديال حب قلبي اللي كان غادي يكون راجلي، وكنت انا غنكون في بلاصه اختي. مع دخلت حطيت التليفون ديالي ومشيت، لبست وقديت ولبست احسن ما عندي في القفاطن ودرت المكياج وطلقت شعري، هزيت صاكي وخرجت وشديت طاكسي ومشيت. وانا في الطريق فتحت التليفون ديالي، شفت شي حد بغى يتواصل معايا. شفت شكون؟ لقيت ميساج فيه السلام اميمه، انا بغيت نتواصل معاك صراحه، شفت المشكل ديالك وبغيت نهضر معاك في هذا الموضوع. انا كريم من الرباط وبغيت نتعرف عليك. خديت الامر باستهزاء حيت اصلا كنت كره الدنيا. شنو غادي نزيد عاد، انا يلا خاسره خطيبي وعاد نحاول انني نهضر مع شي حد. ما دخلتش ليا هاد الفكره لدماغي نهائيا. سديت التليفون ومشيت. القاعه عامره بالناس وكل شي عارفين قصتي معاه. مشيت جلست في واحد الطبله وانا قلبي محروق من الداخل. كنتسنى اختي تبرز مع راجلها اللي كان غيكون راجلي انا. الصراحه بقى فيا الحال بزاف من ماما حيت كانت عارفه هاد القضيه وجات عندي قالت لي عندك تمشي ديري شي مشكل وخلي العرس ديال اختك يدوز على خير وبخير، حيت عارفه بلي انا كنت مخطوبه ليه وكان غيكون العرس ديالي في بلاصه اختي. اش غادي نقول لكم، حضرت العرس ومشيت في حالتي للدار. يلا شويه جلست ومشيت، المهم شطحت وردحت فرحت ومشيت في حالتي، واخا انا قلبي كان عالم به غير الله. مشيت نعست في الدار، دخلت لبيتي وبقيت كنبكي لغد ليه في الصباح. كيف ما فقت مشيت كنغسل المواعن في الكوزينه من بعد ما فطرنا وسالينا. جات مرت خويا كتقول لي اختك طلعت فنه وكتحمق، والعرس داز ليها غزال بالعاني باش تفقسني. وانا هي ما ديتهاش فيها، حسبت راسي كاع ما كايناش في هذا العالم. ما رديتش عليها نهائيا. من بعد شويه منين خرجت من الكوزينه قالت لي ماما غادي تجمعي حوايجك من هذاك البيت وغادي تطلعيه البيت ديال السطح، حيت خالك ومرت خالك غادي يجيو عندنا وخصهم فين يدوزوا الكونجي. صراحه بقى فيا الحال بزاف. قلت ليها سيروا البيت، اختي راه خاوي، هي تزوجت ومشات لدارها. قالت لي لا، هذاك البيت غادي يبقى هكاك مسدود حتى الا جات شي مره هي وراجلها وديك الساعه ينعسوا فيه، وانت غادي تطلعي حوايجك. صافي قلت لها واخا. الصراحه كان كتعامل معايا بواحد التعامل اللي هو خايب. كنت كنقول انا واش هذه امي ولا عدوتي. بقى فيا الحال بزاف. المهم ما علينا. جات وقيت الغدا، واحد شويه بلا حتى ما نشوف لقيتهم كيخرجوا لي حوايجي ويلحوهم ليا في الصالون. قلت لها ماما واش انا زفري نعس في الصالون؟ قالت لي وعلاش شنو انتي راه كيف حالك بحال الزفري. بقى فيا الحال بزاف. فهاديك الوقيته رجعت مشيت تكيت في الصالون وبقيت كنهضر مع كريم. بقيت كنهضر معاه في الميساجات، شدينا النهار كامل بالهضره بحال الا بديت كنسى. عاودت ليه على كاع داكشي اللي وقع ليا. صراحه تفهم الوضع ديالي وقال لي انا جاي كونجي، هو كاين في اوروبا. قال لي انا غادي ندخل كونجي المغرب وبغيت نشوفك ونتعرف عليك اكثر. صراحه فحال الا عجبني الحال وفي نفس الوقت فحال الا متخوفه من هادشي اللي وقع ليا. من بعد المهم ماشي مشكل، دوزنا داك النهار. جا كريم، جا للرباط ودوز 3 ايام تما، بغى يتعرف عليا ويشوفني اكثر. مشينا درت باش نتلاقى معاه، لبست حويجاتي وقديت. المهم انا زويونه الصراحه، تيتيزه ما عندي ما نقول في راسي، ماشي شكر ولكن عارفه راسي انني زوينه وثقه في راسي. المهم خرجت ومشيت باش غادي نتلاقى معاه، وجلست تقريبا شي ساعه وهو ما جا. ما صونيتش عليه، ما بغيتش نبين ليه بلي انا راني مهتمه به. صافي درت معاه غنتلاقى به صافي، يعني هادشي راه كافي. درنا الوقيته والبلاصه وفين وكل شيء. ما حاولش انني نتصل به. مشيت بقيت ساعه وانا جالسه تما.
وانا كنتسنى فيه يجي والو ما جاش. واحد شويه تميت نايضه في حالاتي حتى كيبان ليا واحد السيد كيهز التليفون باش غادي يصوني عليا. اش غادو نقول لكم، واحد الزين، واحد الطوله، واحد السيد اللي ما شاء الله كي داير ايه في الجمال. جا وجلس وبقى كيجاملني صراحه وكيقول لي بلي زوينه. ما عرفتش واش مجامله ولا بصح. هو انا فعلا زوينه، ولكن واش مجامله ولا بصح ما نكذبش عليكم حيت كان اول لقاء. المهم داز كلشي على خير وبخير. من بعد ما رجعت للدار بقات ماما غير كتنقر عليا وكتسمعني في الهضور اللي ما عمرني سمعتهم. يا المعفونه، يا ما عرفت شنو، وانتيا واختك كانت هي اللي هزات الدار، ومين مشات انتي وليتي عاطيها غير الخروج. الصراحه بقى فيا الحال حيت انا كنت ديما هي اللي هزات الدار واختي كانت غير دايراها سبابيه. كنت كنقول هي اختي الصغيره وعلاش اللي ما نتهلاش فيها والى اخره. المهم وهذه راكم عارفين الخوت كيفاش كيكونوا بعضياتهم في الدار. صافي المهم داز داك الوقيته قالت لي امي، قلت لها انا ياك ما بغيتيني نهز حوايجي ونخرج على برا. قالت لي غير سيري، اصلا راه كي كاينه في الدار كي ما كايناش. بقيت كنبكي في داك اللحظه الصراحه بزاف، حقاش حسيت بالحقره، حسيت بواحد الانسانه بحال الا ماشي امي، بحال الا غير مربياني من نهار ما تباو هما كيتعاملوا معايا بحال شي غريبه. قلت انا ما يمكنش انا تكون هذه امي الحقيقيه. هزيت حوايجي وانا خارجه حسيت براسي بحال راني في شي فيلم. قلت لهم غادي نخرج في حالتي حتى شي واحد ما تسوق ليا. قلت انا امي غادي تسول فيا وغادي تقول لي جلسي ولا غنهرس لك فمك ولا هذه. المهم شي حاجه من هذا الشيء كيف ما كتهضر كاع الامهات مع وليداتهم. ولكن هي ما كانش عندها نهائيا غرض بيا، غير هزه حوايجي ولايحاهم ليا ديما كتعامل معايا خايب. حتى الصراحه حتى وليت كنشك بلي هي انا راه امي. المهم خرجت وما عرفت راسي فين غادي نعطيها براسي في هذاك الليل. وانا نتفكر واحد صاحبتي كنا كنقراو انا وياها، حيت كاع صحاباتي اللي كانوا عندي هكا غير سطحيين حتى واحده فيهم عارفه انها ما غتقبل بيا. عيطت لها ديك صاحبتي ومشيت عندها للدار. استقبلتني في هذيك الليله والصراحه بديت كنعاود ليها وما جانيش البكا نهائيا. حيت علاش بدا كريم كيدخل ليا لخاطري بحال الا بديت كنسى داك خطيب اللي كان وتزوج بختي بحال نسيتو. يعني واخا كنعاود ليها ما تاثرش نهائيا. عاودت ليها كاع الشيء اللي كان واقع. ومن بعد عاوتاني عاودت لكريم بلي جراو عليا عائلتي من الدار، وماشي جراو عليا في الصراحه انا اللي خرجت بالاراده ديالي. ولكن حسيت بانه شي حد ما بقاتش عندي بلاصه في هذيك الدار. فعاودت ليه صراحه وشفق عليا بزاف وبقيت فيه لغد لي صوني عليا. قال لي اجي تلاقيتو. فاش تلاقيت معاه داني لواحد الدار قال لي هذه دارك الجديده اللي غتجلسي فيها. فرحت بزاف الصراحه، عجبني الحال بزاف. الدار مفرشه حتى وزوينه. وفي نفس النهار عيطت لي صاحبتي قالت لي غادي نقلب لك خدمه. وصراحه عيطت لي قالت لي راني لقيت لك واحد الخدمه واخا ماشي شي خدمه ولكن المهم نهز بها راسي واخا الكرامه كاريه ما حتى شي حاجه حيت كريم عاوني بزاف. المهم كريم كان باقي له اخر نهار ويمشي، انا كنت مازال ما بديت الخدمه. وقال لي هذا النهار بغيت ندوزو معاك الا كان ممكن قبل ما نمشي في حالاتي. كان عنده 3 ايام في مدينه يعني في نفس المدينه اللي انا فيها. صراحه ما ترددتش، كان عاجبني الحال وبقيت مع هذاك النهار هذاك. مشينا لواحد البلاصه زوينه سياحيه ودوزنا فيها النهار كله. ومنين جاي يمشي قال لي انا غادي نوجد الخطبه ديالي حيت والديا ما غاديش يرجعوا معايا. انا هنا تصدمت الصراحه. يلا بديت كنولفو في نفس الوقت غادي يمشي يتزوج. بقى فيا الحال بزاف، بقيت بحال في نفس اللحظه تبدلوا الملامح ديالي. قلت ليه هو سيدي مبروك عليك، ولكن في نفس الوقت قلبي ربي اللي عالم به حيت البلاصه اللي كنبغيها انا ولا اللي كنحط عليها يدي كتمشي ليا. هو قال لي ايوا شنو ما غاديش تقبلي بيا. فرحت في هذيك اللحظه، فرحت بزاف. قلت لي واش غتخطبني انا؟ قال لي بطبيعه الحال غنخطبك انت وعلى شكون. صافي بداو والديه كيوجدوا وعرفني عليهم في نفس الوقت ولاو كيهضروا معايا في التليفون كنتواصل معاهم. عكس عائلتي اللي قطعت معاهم علاقتي، ما بقات عندي معاهم حتى شي علاقه، ما كنهضرش معاهم نهائيا. كنت فرحانه بزاف بهادشي اللي واقع ليا. وكريم مشى كان عنده خدمه ضروريه، مشى لمده ديال شهر ورجع. منين رجع درنا خطبه الصراحه. عيطت غير على واحد عمتي هي اللي وقفات معايا. كانت ما مزياناش مع الام ديالي وكانت يعني كتبغينا حنا. المهم عيطت ليها هي اللي وقفات معايا وجاو هي وراجلها ووليداتها والصراحه وخطبوني في هذيك الدار وفرحت بزاف بزاف. دات كلشي مزيان. هادشي كله كان بلا خبر الوالدين ديالي حيت اصلا والديا ما بقاتش ما قلبوش عليا، ما حاولوش انهم يتواصلوا معايا، ما حاولوش حتى يقولوا فين مشات ولا كيف راها عايشه ولا حتى شي حاجه من هادشي. المهم داز تقريبا شي 3 شهور عاد باش كنا مزروبين على العقد. وصافي دازت شهر ديال الخطبه وبقات شهرين على العقد. كان وجد ليا كريم شي وريقات باش غيديني معاه. المهم دازت هذيك 3 شهور حتى شي حد ما سول فيا من عائلتي، حتى حد ما حاول انه يتواصل معايا. من بعد انا جالسه واحد النهار خدامه حتى كتدخل امي وخويا واختي للمحكمه. انا كنتفاجئ وفي نفس الوقت فرحت. قلت يمكن جاو كيقلبوا عليا وعرفوا بلاصتي. مشيت عند السكرتيره كنسولها. قلت ليها هادوك الناس شنو بغاو؟
قالت لي ما عرفتش غادي نمشي نسولك ونجي نرد عليك. مشيت سولاتهم وجات ردات عليا. منين مشات سولاتهم قالت ليها بلي البنت ديالهم كتطلق. مشيت انا داك الساعه بلا ما نتردد، مشيت عند الام ديالي كنسولها اش واقع شنو كاين. قالت لي بلي اختك كيعنفها راجلها، وقررت انه هو اللي رفع عليها دعوه ديال الطلاق باش غادي يطلقها حيت هي معفونه وما كتسواش الى اخره. قلت ليها واش تي دابا بانت الحقيقه ديال شكون اللي كان فينا في الدار كينقيها وشكون اللي كان فينا ماشي معفون وشكون اللي كان فينا كينقي لك الدار. وامي الصراحه في ديك اللحظه انا ما خويا حتى هو كان جاب الدعوه ديال كيزور شي حوايج. المهم جوج بهم كانوا طالعين مجرجرين في المحاكم وانا كنت شاده الدوسيات ديالهم. المهم ما علينا. من بعد صافي خرجت في حالتي انا من تما، بديت كنوجد العرس ديالي فرحانه بزاف، وما قدرت انني نهضر مع حتى شي واحد فيهم، يعني تعاملت معهم عادي بحال كاع الناس. خرجت في حالتي ومشيت، بقات لي تقريبا يومين على العرس هي اللي بقات. وهاد اليومين كريم قال لي علاش لي ما نمشوش فيها عند العائله ديالك، وما فيها باس الانسان يتصالح مع العائله ديالو. صراحه طلع ولد الناس معايا، الانسان الله يعمرها دار. وفي نفس الوقت واخا والديا داروا فيا كاع داكشي بغى يوقف معايا ويصالحني معاهم. وفي هاد الوقيته كان راجل اختي كيحاول انه يتقرب مني ويقول لي سمحي لي. انا كنت دايره العقد بالراجل ديالي مزوجه به. فواحد الوقيته وقفتو على حدو، قلت ليه وقف تما انا راني مزوجه وبراجلي. قال لي انا مستعد ندير اي حاجه باش ترجعي ليا ومستعد ندير المستحيل. اختك هي اللي لعبت ليا بدماغي ووقفت بيني وبينك. وحتى امي كانت كطلب مني السماحه، ولكن انا في الصراحه اش غادي نقول لكم، حيت هي امي ما قدرتش ما نسمحش ليها، وحيت هي اختي في نفس الوقت واخا دارت بيا كاع داكشي ما قدرتش ما نسمح ليها. وخويا حتى هو واخا كان كيتعامل معايا خايب هو ومرته، سمحت ليهم حيت ربي علاش عوضني على داك المعاناه كلها اللي دوزت وعلى كاع داكشي اللي وقع ليا. صافي ومشيت عرضت ليهم العرس وخليتهم. بقات امي كتبكي وكتقول لي بقاي معنا هاد اليومين. صراحه انا سمحت فيها وخرجت في حالي، خليتها كتبكي حيت ما بغيت نرجع للحنين اللي كان فيا والمشاكل اللي دوزت والمعاناه. انا غير اختصرت لكم مجرد كلام، واختصرت لكم يعني بالزربه داكشي اللي داز عليا. اما كون جيت نعاود لكم القصه بتفاصيلها وبكل شيء ما غاديش نساليها نهائيا. المهم مشيت ودرت العرس وكان احسن عرس. الصراحه نهار الحنه داز كلشي غزال، وحتى النهار ديال العرس طلعنا انا وحب قلبي في العماريه. وانا كنتفكر اللحظه اللي كانت اختي فيها وراجلها في العماريه، ولكن هذيك الصفحه طويتها حيت كان ماضي، مجرد ماضي. ربي عوضني بواحد الانسان اللي نتمناه لاي واحد. ومن مورا العرس مباشره مشينا لايطاليا، دوزنا شهر العسل، ومن تما طلعت لميريكان مع راجلي. ودابا عندي بنيته سميتها اسراء والحمد لله عايشه بخير. امي راها معايا وسمحت ليها ونسيت الماضي. خليو لايك واشتراك في القناه باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد من القصص ديالنا. شكرا لكم على الدعم ديالكم المستمر، وكنبغيكم بزاف. ما تنساوش ابوني ولايك لهاد القناه باش تبقاو توصلوا بكل القصص اللي كنحطوها. صراحه فيها عبره كبيره لاي وحده، وفي نفس الوقت قصص اللي هي زوينه بزاف. خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد.